مستحيل تجربوها بهاي الطريقة وترجعوا تشتروها من برا وبتحدي. على قد ما جربت وصفات للدونات بتضلها هاي الوصفة الأولى وبجدارة، والله يا جماعة إنها أخف وأطيب من الجاهزة بمراحل، مو شاربة ولا نقطة زيت وكمية وفيرة بأقل التكاليف. وأنا عن جد مو عارفة أوصف لكم قديه الدونات خفيفين وفلفي كتير كتير طرايا، طعمهم عالمي وبينافس المحلات. وطبعا هالوصفة شفتها عند صبية عجبتني كتير وجربتها، وبعد ما جربتها انبهرت بالنتيجة. 3 أسرار صغار وبسيطين رح أقولكم عنهم لحتى تطلع معاكم الدونات بهذا الشكل. قبل ما نبلش بتمنى دعمكم لإلي بلايك للفيديو، اللايك كتير مهم، ومتابعة على الصفحة ليوصلكم كل جديد. ويلا نبدأ بأول سر. رح نحضر المحسن الطبيعي بمقلاة على البارد. بضيف 3 معالق من الطحين مع تلت كوب من المي، بحركهم كتير منيح، وبس يدوب الطحين بشغل النار على درجة حرارة متوسطة مع الاستمرار بالتحريك لحتى أوصل لهذا القوام الهلامي. وهيك المحسن صار جاهز معي، بنقله على صحن وبتركه لحتى يبرد تماما. وهلا رح اقولكم عن تاني سر. رح احتاج لكوب الا ربع من الحليب الدافي، ولازم الحليب يكون دافي. رح اضيف عليه 3 معالق من السكر ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية. بحركهم مع بعض كتير منيح، ولاحظوا الفقاعات يلي عم تظهر عندي وانا عم بحرك. هاي الفقاعات بتأكد لنا انه الخميرة نشطة عنا. كتير مهم وضروري بعد ما احركهم اتركهم ربع ساعة لحتى يتفاعلوا بهذا الشكل. وهلا رح انزلهم على العجانة او بصحن كبير لو مو متوفر عندكم العجانة. رح اضيف عليهم حبتين كبار من البيض بدرجة حرارة المطبخ. بالوصفة الاصلية مضيوف 4 حبات من البيض، بس انا بصراحة ضفت حبتين كبار وكانت النتيجة روعة. رح اضيف على البيض معلقة من الفانيلا لأتخلص من الزنخة، وكمان رح أضيف المحسن الطبيعي. وكتير مهم المحسن يكون عندي برد تماما. هلأ رح أنزل 3 أكواب من الطحين مع ربع معلقة من الملح. طبعا الطحين نخلته كتير منيح قبل ما أضيفه. طبعا تنخيل الطحين كتير مهم لنتخلص من التكتلات والشوائب ورطوبة الطحين. خفقت المكونات مع بعض، وهلأ رح أنزل عليهم الزبدة. هون الزبدة لازم تكون لينة عندي ومو سائلة بنفس الوقت، بدي إياها باردة شوي. بالنسبة لكمية الزبدة كانت 60 جرام تقريبا، تعادل نص كوب. طبعا بهاي الوصفة استخدمت كوب واحد لكل المقادير. سعة الكوب 250 مل، وعجنت المكونات لمدة ما بتقل عن 20 دقيقة لحتى أوصل لقوام عجينة مطاطي وشوي بلزق بالإيد. لاحظوا كيف القوام لازم يكون بهذا الشكل المطاطي. لو حتعجنوا على إيدكم لازم تعجنوها لمدة ما بتقل عن 25 دقيقة. وهلأ تعالوا أقولكم عن السر الثالث، كتير مهم وضروري. بس ألم العجينة أحطها بصحن لمدة ربع ساعة بس، لأنه التخمير لازم يكون عندي بعد تقطيع الدونت. فهلأ رح أخليها بس ترتاح ربع ساعة. دهنت وجهها يا دوب بنقطة صغيرة من الزيت النباتي لحتى ما ينشف معاي. وهون كتير مهم وضروري أكون سريعة بالخطوات لحتى ما تنشف معاي الدونت. بعد ما ارتاحت عندي ربع ساعة قطعتها لقطعتين. ضبيت أول قطعة وغطيتها، وهلأ رح أشتغل بالقطعة الثانية. رح أبدأ بتقطيعها لقطع صغيرة. بدي كل حبة يكون عندي وزنها 40 جرام. أكيد الحجم بيرجع لإلكم، لو مو متوفر عندكم ميزان بتقدروا تقطعوها على النظر. وأكيد بتقدروا تستخدموا قوالب الدونات الجاهزة لو بتفضلوا، بس هاي الطريقة كتير أفضل وشكلها كتير أحلى. خليت وزن الحبات 40 جرام، وبدأت بتكوير القطع بهذا الشكل. رح أسكر الفتحات شوي بهاي الطريقة، ورح أبدأ بتنعيمها وتفريغها من الهواء بهاي الطريقة. وهاي الخطوة كتير مهمة لحتى مثل ما قلت لكم نتخلص من الهواء ويطلع الشكل عندي كتير مرتب. وهلأ كل قطعة بخلصها مباشرة بنقلها على بايركس فيه طحين وبغطيها لحتى ما تنشف معاي. وأكيد رح أرش على وجهها كمان شوية من الطحين. وهلأ رح أحتاج لهاي الأكواب المعيارية. رح أستخدم كوب معياري سعة التلت وكوب معياري تاني سعة الربع. باخد أول حبة عملتها من الدونات وبحطها بالتلت، وببدأ أضغط عليها بالربع بهذا الشكل، وبإصبعي بعمل فيها ثقب من النص وبلفها بهذا الشكل، وبحاول أوسعها شوي. بحطها على ورق زبدة وبغطي الصواني وبتركها لحتى ترتاح عندي وتتخمر ساعة ونص. بعد ساعة ونص بكشف على الدونات وبتركهم ربع ساعة لحتى ينشف عندي الوجه. وبمقلة على النار رح أضيف كوب من الزيت النباتي. بحمي الزيت وبحط عود، بس يبلش يطلع فقاعات صغيرة حوالين العود مباشرة ببدأ بتنزيل الدونات. بخلي درجة حرارة النار متوسطة، وأول ما أشوف إنه الدونات أخذ عندي لون من تحت مباشرة بالأعواد ببدأ بقلب الدونات. وطبعا الدونات
الدونات ما بياخد معنا وقت أبدا، كتير مهم تضلكم منتبهين عليه. دقيقتين لثلاث أول لياخد عندي لون من تحت ومن فوق مباشرة بشيله على شبك، بتركه شوي صغيرة على الشبك ومباشرة يا بغلفه بالشوكولاتة أو ببدأ بحشيه. بالنسبة للحشوة استخدمت الشوكولاتة الدهن الجاهزة، حطيتها بأقماع التزيين. لو مو متوفر عندكم أقماع تزيين عادي بأكياس التفريز ممكن تحطوا أي شوكولاتة متوفرة عندكم أو حتى كاستر. أفخم وصفة دونات بتكون صارت جاهزة معانا. ما بتتخيلوا قد ايه تعبت بهالفيديو، بس كتير مبسوطة إني عملت لكم إياه. لا تنسوني من دعمكم بلايك وتعليق ومشاركة، وصحتين وعافية.